أهلا بكم متابعي قناة ملوك الزراعة. كيف أحصل على بذور الريحان للزراعة؟ طبعا كما تلاحظون هذه شجرة الريحان، وهذه بداية ظهور الأزهار. هذه الأزهار فترة وتبدأ تتحول إلى بذور بعد أن تكون ناشفة، تكون يابسة مثل هذه، وتبدأ ظهور البذور داخل هذه الأزهار الموجودة هنا. لأن الكثير يسأل كيف أحصل على بذور الريحان للزراعة، أو كيف أزرع الريحان. طبعا زراعة الريحان ممكن أن نزرعها بالبذور ونحصل عليها بهذه الطريقة. نترك هذه الأزهار بعد ظهورها لفترة حتى تجف وتصبح بهذا الشكل. الآن نلاحظ أن الأزهار البذور موجودة. لاحظوا البذور موجودة داخل هذه الأزهار اليابسة أو الناشفة. لاحظوا هذه هو البذور السوداء. هذه البذور. طبعا أنا تركت هذه الأزهار تجف حتى أحصل على البذور، ومن الأفضل حتى تكون الشجرة الريحان خضراء وجميلة، ضروري جدا أن نقوم بقطف هذه الأزهار أول ما تظهر مثل هذه. أول ما تظهر في الشجرة نقوم بقطفها. السبب حتى تنتشر، لأن تنتشر شجرة الريحان أو نبتة الريحان وتنتشر أكثر وتتفرع، لأن ظهور هذه الأزهار لاحظوا ظهور هذه الأزهار نهاية الشجرة. لاحظوا أن الشجرة أو نبتة الريحان تتوقف عند ظهور هذه الأزهار، فضروري جدا أن نقوم بقطف هذه الأزهار، هذه المناطق، إذا لم نحتاج إلى البذور. أنا تركتها فقط حتى أحصل على البذور كما تلاحظون. الآن سوف أقوم بقطفها. نقوم بقطفها وتقليمها من جديد. المهم في هذا المقطع تعرفنا على طريقة الحصول على بذور الريحان، وهي هذه البذور. لاحظوا هذه البذور السوداء الموجودة داخل هذه الأزهار الجافة. نأخذ هذه البذور السوداء ونقوم بزراعتها من جديد، ونحصل على أشجار ريحان جديدة بإذن الله. هذا ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.